بنهاية بطولة أوروبا في ألمانيا، فإن المنافسات شهدت 117 هدفا، وبلغ متوسط الأهداف المسجلة في كل مباراة 2.30، وهو ما يعني الحاجة ل 39 دقيقة في كل مباراة لهز الشباك بأحد الأهداف. وكان منتخب إسبانيا الأقوى على الصعيد الهجومي برصيد 15 هدفا. بالمقابل فإن فرنسا كانت الأفضل دفاعيا، لأنها خرجت بشباك نظيفة في 4 مباريات. وظهرت البطاقات الصفراء في هذه البطولة في 240 مرة، أما البطاقات الحمراء فقد ظهرت في 6 مرات فقط طيلة مشوار البطولة. وكان منتخب إسبانيا أفضل المنتخبات على صعيد المحاولات الهجومية التي بلغت 123 محاولة، وهو أيضا الأفضل في إفساد هجمات المنافسين باسترجاع الكرة في 290 مرة. وكان لقب الهداف من نصيب 6 لاعبين هم كودي خابكو من هولندا، وهاري كين من إنجلترا، جيورج ميكوتادزي من جورجيا، وهناك جمال موسيالا من ألمانيا، وداني أولمو من إسبانيا، وإيفان شيكرانز من سلوفاكيا. وبلغ العدد الكلي لمباريات هذه النسخة 51 مباراة.